ازيكم يا بنات؟ النهارده هنعمل مع بعض العقدة الفرنسية. العقدة الفرنسية سهلة جدا وبسيطة خالص. فكرتها ان انتي بتلفي الخيط مرة او مرتين او ثلاثة حسب الحجم اللي انتي عاوزاه على الخيط. اما بالنسبة للفتلة اللي انا ماسكاها في ايدي دي فلازم تخليها في ايدك وما تسيبهاش منها ابدا لحد ما توصلي لنهاية الخيط، اللي هو الخيط نفسه يتشد او يتسحب من ايدك. لازم تكوني مثبتاه كويس عشان ده لو فلت منك هيحصل حاجة من الاتنين، يا إما العقدة هتفك، يا إما هتبقى مهوية أو مرخرخة خالص وهتبقى شكلها مش لطيف. طيب أنا شغالة دلوقتي على 6 فتلات، تمام. انت تقدري تشتغلي على العدد اللي انت عايزاه. انا بعمل المقاسات او الاحجام عشان اوريكم ان عدد اللفات على الابرة بيختلف معاه حجم العقدة نفسها. اول واحده كنت لفاها 2 والتانية اول واحده لفتها واحده والتانية 2 ودي 3 اهيت، وهتشوفوا حجمهم هتلاقوه مختلف وبتزيد بعدد اللفات. حاولي انك ما تزوديش لو بتشتغل على 6 عن التلات او 4 لفات بالكتير علشان ما تكونش ضخمه وتدي معاكي شكل مش لطيف. شايفين؟ ده حجمهم. كل ما هتزودي لفة كل ما الحجم هيكبر معاكي، وده طبعا بيرجع للحاجة اللي انت هتشتغلي بيها بالغرزة دي. انا قلت لكم ان انا شغالة على 6 فتلات، وطبعا تقدري تشتغلي على 3 بس حسب ما انت عاوزة برضو. آه، طيب مميزات الغرزة دي ايه؟ مميزاتها ان هي سهلة جدا جدا جدا، مش يعني مش مرهقة كده او ان هي محتاجة تركيز. هي بس ان انت بتحشي بيها شكلها في النهاية بيكون حلو قوي، وبتدي حاجة مترتبة كده وبتدي شكل جميل. بس طبعا ليها عيوب، وعيوبها ان هي بتاخد وقت طويل قوي. يعني انت لو هتحشي بيها اسماء فلا الموضوع هيبقى طويل قوي معاكي. لو هتحشي بيها حاجة كبيرة فالموضوع فعلا هياخد معاكي وقت، على الرغم من ان النتيجة النهائية هتكون حلوة ما شاء الله وهتبقى بتدي منظر جميل، الا انها هتاخد معاكي وقت شوية. فانت لو بالك طويل تمام المشكلة مش هتكون معاكي في حاجة. لو يعني حاسة ان انت لا مزنوقة في الوقت او كده فما رشحهاش ليكي، خصوصا لو الوقت عندك قصير. طيب ايه كمان؟ ان هي لو الفتلة اللي انا شدها وماسكاها بايدي دي هوت معاكي هتطلع مشكلة فيها ومش هتطلع ثابتة على القماش. فيا إما هتكلكع قبل ما توصل للقماش أصلا، أو هتكون على القماش بس هتبقى مرخرخة ومهوية. فانتي حاولي على قد ما تقدري ان انتي تظبطيها وركزي معاها شوية، صحصحي لها وانتي بتعمليها علشان ما تفكش، لاني لو فكت معاكي للأسف هتكوني مضطرة ان انتي تقصي الخيط بتاعها، لاني مش ليها علاج. يعني لو الخيط عقد قبلها للأسف مش هيتفك، وكمان يعني مش هيظبط. فانتي مضطرة انك تقصيه في الحالة دي، في حالة ان هو يقعد معاكي. لكن هي عموما يا بنات جميلة وسهلة جدا وبسيطة وبتدي شكل فعلا جميل. بنستخدمها في حاجات كتير، ويعني يعتبر أبرزها الزهور. في ناس شفت كتير بيستخدموها في ان هما يحشوا بيها مثلا الجزء اللي فوق من فستان عروسة، او ان هما يعملوا بيها اللي هي الكحكة بتاعة الشعر. في ليها كذا استخدام، بس زي ما قلت لكم هي بتحتاج شوية وقت وشوية صبر. فلو انت مش عندك الوقت دوت بلاش انك تستخدميها، وشوفي غرزة تكون اسرع منها. لكن لو عايزة الامانة هي في الفينش بتاعها حلوة جدا. بس ده يعتبر كل حاجة محتاجة انك تعرفيها عن العقدة الفرنسية. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ويكون استفدتوا منه، واشوفكم كمان في فيديو جديد.